السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بيت خشب جميل في وسط حديقة كبيرة. كان ساكن في البيت ده عيلة من القطط اللطيفة. القطط دي كل يوم كانوا بيصحوا بدري يلعبوا ويجروا، وكانوا بيقعدوا يلعبوا مع الناس في الجنينة ويتبسطوا. كان في قطة منهم اسمها بيلا، كانت مرحة وشقية. كانت أكتر واحدة منهم بتلعب وبتتنطط بخفة وحرية. بيلا كانت بتحب الأطفال جدا، وأول ما بتشوفهم بتجري عليهم، بيقعدوا يلعبوا معاها ويشيلوها، وكمان بيدوها أكل من معاهم. لكن بيلا كانت دايما بتاكل البسكوت والحلويات، وما بتاكلش أي حاجة تانية، ولا من الفاكهة ولا الخضروات. وكانت لما الأطفال يدوها بسكوت بتبقى مبسوطة جدا، ولو عرضوا عليها فراخ أو خضار ما بتاكلهمش أبدا. مامتها كانت على طول تقولها إن ده غلط ومش صح علشانها، بس بيلا كانت برضو ما بتاكلش كويس وما بتسمعش كلام مامتها، وما كانتش بتصدق إن الأكل ده هيضرها ومش هيفيدها، وإنها لو ما أكلتش كويس مش هتكبر ولا هتتقوى صحتها. وفي يوم بيلا كانت في الحديقة بتلعب مع الأطفال كالعادة. قعدوا يجروا لحد ما بعدوا جدا عن مكان بيتها. بيلا ما كانتش حافظة الطريق، حاولت ترجع للبيت ما عرفتش، وفضلت تايهة فترة طويلة. دورت على أكل في الحديقة وما لقتش. كل الأكل اللي كانت بتلاقيه هي ما بتحبهوش، فما كانتش بتاكله. كانت بتدور على بسكويت أو حلويات مع أي حد عشان تاخده. وبعد وقت طويل بيلا بقت تعبانة ومش قادرة تمشي كتير. قعدت تحت شجرة ونامت، وكانت زعلانة وحاسة بخوف كبير. فضلت هناك يومين مش عارفة تاكل ولا قادرة تروح بيتها، لحد ما سمعت صوت بينادي، وبصت لقت حد من اخواتها. فرحت بيلا جدا ومشيت مع اخوها عشان تروح على بيتها، وكانت تعبانة جدا مش قادرة تمشي ولا تجري زي عادتها. ولما روحت البيت ماما حضنتها وكانت مخضوضة جدا عليها. بيلا كانت مبسوطة انها رجعت تاني لبيتها وعيلتها. ماما ادتها اكل، لكن بيلا ما كانتش عاوزة تاكله برضو. بس ماما قالت لها انها لازم تتعلم من اللي حصل لها وتفهمه. هي بقت ضعيفة عشان لما ما لقتش بسكوت ما اكلتش، وده خلاها مش قادرة تمشي وتقعد برا البيت ما ترجعش. يومها بيلا بدأت تجرب اكل جديد عشان تاخد بالها من نفسها، ووعدت ماما انها هتحاول تاكل اكل كويس وتحافظ على صحتها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم. وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.